السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث عن مباراة العراق والإمارات. نحن متأخرين عن المباراة لعبت لديها يومين منذ أن أجريت المباراة بين العراق والإمارات في تمام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026. كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. مثل ما تشوفون، العراق فاز بالمباراة على الإمارات ب2-1 بعد مباراة كانت مليئة بالإثارة والندية والقوة. المباراة بدأت بقوة. الإمارات سجلت أول هدف في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب كايو. الكل توقع أن الإمارات ستسيطر بعدها، لكن اللي صار كان مختلف. في الدقيقة 66 اللاعب مهند علي يسجل هدف التعادل ويشعل المباراة من جديد. الجمهور كان مشتعل. كلكم تعرفون من هو الجمهور العراقي. العراق اليوم قدم روح قتالية وتكتيك عالي، والإمارات رغم البداية الممتازة ما قدروا يحافظون على نفس التقدم ونفس الندية. ما رأيكم بأداء العراق اليوم؟ وهل تتوقعون نشوف العراق في كأس العالم جنب المنتخبات العربية المتأهلة؟ إن شاء الله. كلنا مع العراق، كل الجزائر مع العراق في العراق. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وتعليق يعكس تربيتكم. السلام عليكم.